إزاي نقدر نحافظ على الآثار إن هي ما تتسرقش؟ والله خلّينا الأول نقول إن 25 سنة لن تعوّض في مجال الآثار، سواء إمم. بالنسبة للسياحة أو بالنسبة للآثار. إمم. إحنا في مجال الآثار عندنا 4 حاجات. إحنا كان عندنا حوالي في النصف الأول كان عندنا حوالي 19 اكتشاف، ويمكن إمم. على ما كمّلنا السنة كان عندنا حاجة و20 اكتشاف، فده كان رقم مهم جدًا، إمم. وبالتالي كان عندنا اكتشافات مهمة. ولكن السنة اللي فاتت في مجال الآثار كان عندنا 4 اكتشافات أنا باعتبرهم لن يُكرّروا. آه. أول اكتشاف وأبرزهم اكتشاف كان حصل مجموعة من الاكتشافات على الطرق العسكرية في سيناء، في شمال سيناء بالذات. اكتشفنا حاجتين، اكتشفنا بعض التحصينات العسكرية من العصور اليونانية الرومانية، إمم. ودي كانت مهمة جدًا، واكتشفنا قلعة حوالي 8000 متر وده كان رقم ضخم، واكتشفنا أحد القلاع من حاجة اسمها طريق حورس الحربي. بعد تجربة الهكسوس المصريين لما كانوا بيروحوا يفتحهم في بلاد الشام وبلاد العراق فعملوا طريق اسمه طريق حورس الحربي، إمم. عرفنا التفاصيل بتاعته. دي كانت مرسومة في خريطة كان عاملها جدنا الملك سيتي وكان عاملها على إمم. الحيطة الفناء الخارجي لمعبد إمم. الكرنك. فأنا قدرنا نعرف تفاصيل هذه الأماكن لدرجة إمم. إن هناك بعض الأماكن لم تكتشف حتى الآن. وبالتالي مش عايزين نختصر منطقة سيناء، هي مجرد يعني بحر وشرم الشيخ والغردقة. فبالتالي نفسي أوي ناخد ولادنا على أرض الواقع، لأن دايمًا الشيء الواقعي مش غير الكتب وغير إمم. حتى الأفلام، لأن الأفلام ممكن يدخل فيها الذكاء الاصطناعي. لكن عايز آخد ولادي وأوديهم هناك وأقول لهم إن سيناء لا تختصر في كومة رمال، ولكنها هي منطقة مهمة جدًا وكان الأجداد مهتمين بيها. إن إحنا نجد في شمال سيناء، لأن جنوب سيناء معروفة الناس بتروحها سياحة، لكن في شمال سيناء نوريهم الأماكن العسكرية اللي كانوا بيحموا بيها فكرة الحدود وفكرة إن حدودنا خط أحمر، بجانب نوريهم ريكونستراكشن لبعض الأماكن، لأن هذه القلاع إحنا وجدنا بقاياها لدرجة لو وجدنا أماكن اللي الجنود كانوا بياكلوا فيها، وجدنا بعض بقايا الخبز أو العجين اللي هم كانوا بيخبزوه، أماكن اللي كانوا بيصوروا فيها البرونز، أماكن اللي كانوا بيحطوا فيها المؤن، لأن كانت الأماكن إمم. دي الجيش وهو رايح بلاد الشام كان محطات تموين. إمم. فهي عبارة زي دلوقتي في جهاز القوات المسلحة ما يسمى بالإمداد والتموين. وبالتالي أنا عندي مكان مهم جدًا، جدًا أرجو إن إحنا نهتم بيه. الكشف التاني كان عندي في الأقصر، كشف لم يحقق بقى له 103 سنة. ليه؟ لأن إحنا عندنا أسرة إمم. 18، الأسرة 18 دي في الدولة الحديثة أسرة مهمة جدًا، لأن إحنا اكتشفنا فيها مقبرة توت، فيها عصر الرعامسة وعصر التحامسة، يعني أسرة رائعة جدًا، إمم. جدًا. فإحنا كان عندنا ملك عارفين اسمه وعارفين كمان إمم. الموميا بتاعته ومعروضة في متحف المومياوات، أيوه. اسمه الملك أو تحتمس التاني. والملك تحتمس التاني ده هو مالوش إنجازات عسكرية كبيرة، لأنه هو يعني تولى الحكم وقعد حوالي 10 سنوات وكان مريض وكان عنده مشاكل، ومات حوالي 30 إمم. سنة فقط. ولكن استمد أهميته إن هو كان زوج الملكة حتشبسوت، ودي طبعًا ملكة مهمة جدًا، وكان أبو الملك تحتمس التالت، فيعني كان راجل مهم. فإحنا السنة دي كنا لاقيين مقبرة في الوادي اسمه وادي القرود في البر الغربي في الأقصر. حضرتك لما تروح وادي الملوك بتمشي على طول، لكن لو دخلت أول ما تخش على إيدك اليمين في وادي اسمه وادي القرود، فيه 3 مقابر، في مقبرة الملك وأمنحتب الثالث، والمقبرة الجديدة بقى إمم. تحتمس الثاني. المقبرة دي كانت متدمرة جدًا، لأن حصل في العصور القديمة حصل سيل وفيضان دمرها تمامًا، فأجدادنا في عهدهم المصريين القدماء نفسهم خدوا البقايا إمم. بتاعتها ودوها مقبرة تانية، وخدوا الموميا دفنوها في مكان تاني. لكن ما كناش نعرف المقبرة دي بتاعة مين. فالسنة دي تأكد لينا إن هذه المقبرة مقبرة ملكية، ودي كشف فريد يعني كنا أتمنى نغطيه أكتر، لأن كلمة مقبرة ملكية دي شيء مهم. المقبرة لا تقدر بالذهب اللي فيها ولكن تقدر بتاريخها. فإن إحنا نكتشف مقبرة تحتمس الثاني لأن لقينا بقايا بعض أواني الألاباستر، دي أواني كانوا بيحطوا فيها بقايا التحنيط، يعني كانوا إمم. بيطلعوا الأمعاء والحاجات اللي هي في بطن المياه ويحطوها في هذه الأماكن. فلقينا أجزاء من هذه الأواني اللي كانوا بيحطوا فيها الأحشاء مكتوب عليها خرطوش للملك تحتمس الثاني والملك حتشبسوت. فتأكد لينا 50% إن المقبرة دي بتاعته. لما دخلنا غرفة الدفن لقينا بعض أجزاء من الملاط اللي هو البلاستر أو زي ما يسموها المحارة، مكتوب عليها كتاب اسمه الأميدوات، وهي أحد الكتب الدينية في العالم الآخر. وهذه الكتب لا تكتب إلا في مقابر ملوك، وبالتالي تأكد لنا السنة دي الكشف ده أو أن هذه المقبرة هي الملك تحتمس الثالث. وبالتالي إحنا كده يعني قضينا أو في جزء من التاريخ إحنا قدرنا نجمعه، ودي كان كشف أنا بعتبره مهم جدا. في الأقصر في نهاية السنة منذ عدة أيام إمم. بسيطة كانت هناك بعثة ألمانية بتشتغل في وادي الجنائزي أو معبد الجنائزي للملك أمنحتب الثالث، وده أبو أخناتون وجد الملك توت. هناك بعثة ألمانية مصرية تمكنت من إنها تعمل إعادة بناء لتمثال من الألاباستر ارتفاعه حوالي 10 متر ووزنه 60 طن. الألاباستر ده عامل حاجة زي الرخام وكانوا بيجيبوها من محاجر في المنيا. البعثة دي من 2012 وهي تشتغل في إعادة تجميع هذا التمثال بكل الطرق العلمية الحديثة لغاية ما تمكنت إنها تعمل لنا إعادة بناء هذا التمثال. فدي كان كشف مهم جدًا. اسكندرية حصل فيها كشف باعتبره فريد، لأن اسكندرية الناس للأسف بتختصرها في البحر. اسكندرية معروف إن في اسكندرية تانية تحت المَيّة، إمم. حاجة مهمة جدًا، جدًا. فلقينا مركب
ترفيهي. يعني ترفيهي مش مركب بتمشي في الاعماق، لان انت عارف حضرتك الاعماق محتاجه مراكب ضخمه. صحيح. لكن المركب اللي لقيناها من تصميمها بجانب ان هي كمان عرضها حوالي 7 متر، فهي مركب بتمشي في الاماكن الضحله، فمعناه ان كانوا بيتفسحوا فيها في الايه، في الاماكن اللي هي ما لهاش اعماق. لقينا فيها بعض الكتابات اليونانيه. اعتقد هذه المركب الخشبيه، احنا بنتكلم عن مركب ضخمه جدا، في حاله ان نعرف الرسوم اللي عليها والكتابات اليونانيه عليها وايه الموجودات اللي فيها، اعتقد هتحكي حكايه جميله جدا عن اسكندريه اللي نفسنا نحكيها للزائر. ما نقولش مركب، يعني اعملوا المركب خلاص، لكن لما اقول لحضرتك ان المركب دي مركب ترفيهي، يعني مركب ملكي، مين اللي راكبها وكان فيها ايه وايه الكتابات اللي موجوده عليها، اعتقد هتديلنا سرديه او حكايه او حدوته تستاهل ان احنا نتكلم على السياحه، وخاصه اسكندريه. للاسف ما فيش سياح كتير جدا بيروحوا عشان السياحه الثقافيه، لكن معظم اللي بيروحوا عشان السياحه الشاطئيه والترفيهيه. ختمنا السنه طبعا باكتشاف المتحف الكبير، وده كان يعني سنه حدث فارق، اعتقد ان هو لن يكرر ما بيحصلش لمده كتير. خلاص صح، يعني. ما بيحصلش المتحف كتير. المصري لا يقارن بمتاحف العالم، لانه الاكبر في المساحه، ودي ممكن يعني ده رقم ضخم، وكمان ان هو فيه 100,000 قطعه اثار من حضاره واحده، الاثار المصريه، ودي شيء فريد لن يكرر. احنا عندنا اول مره في التاريخ تجتمع كل اثار الملك توت في غرفتين. القاعتين بتاع الملك توت اللي هم 7,500 يوازي المتحف المصري، يعني القاعتين بس بتوع توت قد المتحف المصري اللي هو موجود في التحرير. طرق العرض حديثه، كمان المتحف لا يقتصر فرض قدوره على عرض الاثار، لكن في ارقى معامل الترميم، 19 معمل ترميم مهم جدا. فيها قطعه بتعتبر اكبر واندر قطعه اثار في العالم، اللي هي طبعا عندنا المركب بتاعه الملك خوفو، دي اكبر قطعه اثار عضويه في العالم، بنتكلم عن حوالي 43 متر. والان وانا بكلم حضرتك بيتم ترميم المركب الثانيه، ويستطيع زائر المتحف المصري الكبير ان يرى المرممين والعمال والفنيين وهم بيعملوا اعاده بناء للمركب الثانيه. كلها كانت عباره عن قطع خشب عامله زي البودره، وبالتالي انت تطلعها وتعيد ترميمها وتعيد بنائها، وده هيتم خلال 4 سنوات، وان الزائر يستطيع ان يرى الناس وهي بتشتغل. اعتقد تجربه فريده لا توجد في اي متحف من متاحف العالم. وبالتالي السنه 25 فيها احداث ان انت تطلع مقبره ملكيه، وفي نفس الوقت ان انت تطلع مركب ترفيهي، ودي ما كانش موجود. انت كمان فكره الحدود وسيناء، وعندنا فكره كمان ان انت تعمل اعاده بناء لهذا التمثال الضخم، وان انت تختمه بافتتاح المتحف والحفله اللي حضرها زي ما حضرتك ذكرت في المقدمه 79 وفد لرؤساء وزراء وملوك وشخصيات مهمه. وفضلنا على مدى 4 ايام. مفيش متحف في العالم اكبر متاحف العالم ما حضرهاش هذا الزخم وما حضرهاش هذا الافتتاح. متحف من ساعه ما افتتح حتى وانا بكلم حضرتك كل يوم يحضروا 15,000، ولدرجه ان جينا يوم قال لك لا، وصل عدد 20,000، قال لك لا لازم ننظم الموضوع. وبالتالي احنا قدام افتتاح ناجح جدا ومتحف ناجح جدا. وبالتالي كل ما يصار، حتى لما قالوا ميه ومطر وكل، للاسف كل الكلام ده لن يقلل من قيمه المتحف، وسيظل المتحف الكبير هو اهم مشروع ثقافي في القرن 21 و22 و23. ليه؟ لان مصر لن تستطيع تنفيذ مثل هذا المشروع مرة أخرى، لأنك أنت حطيت فيه كل ثروتك، يعني كل الثروة الأثرية اللي اكتشفتها من بداية العثور على علم المصريات حتى الآن أنت حطيتها في داخل هذا المتحف. متحف مؤمن تماما، في أكبر مخازن، في مخازن ترميمية، أو في كمان الترميم، معامل الترميم اللي فيه هي معامل تدرس. يعني بعد كده أي مصر لن ترسل أي قطعة في العالم تترمم بره. ليه؟ لأن بقى عندك ناس متخصصين، لأن الناس اللي فيه زي ما حضرتك تقول إيه، قيمتك كاعلامي بتستمد من فترات خبرتك. تقول والله انا اشتغلت بقى 20 سنه واشتغلت في الاعلام واشتغلت صحيفه كذا وكذا وكذا، فانت بقى عندك تراكم معرفي. فلما ناس يشتغلوا في معامل ترميم يتعاملوا مع 100,000 قطعه ينقلوها من المخازن والمتاحف ويعرضوها ويرمموها، اعتقد احنا قدام ناس بقوا مش بروفيشنال، ده يعني في بي اي بروفيشنال. وبالتالي ان كل دول العالم ستستعين بهؤلاء المرممين.